فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أخواتي من جديد في مطبخ أم شوشو. وصفتنا نهار اليوم أخواتي رائعة، وهي وصفة شتوية وعبارة على بكبوكة حارة كما راكم تشاهدوا فيها. منظرها يشهي أخواتي، بإذن الله تنال إعجابكم هذا الوصفة، وتبعوا معايا أخواتي للأخير. وما تنسونيش إذا عجبكم الفيديو بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والآن هنا أخواتي كما تشاهدوا عندي حمص مشمخ، اكيد على الاقل يكون ليله كامله شمخيه، ومن بعد حطيته في الماء يطيب. والان نحضر المكونات تاع البكبوكه تاعنا. عندي الثوم، عندي ملعقه طماطم مصبره، وعندي حبتين من الطماطم ربيتهم، والبصله ايضا مربيه، والتوابل كما تشاهدوا فيهم هنايا. عندي كركم، عندي كمون، زنجبيل وفلفل الكحل وراس الحانوت والملح والزيت اكيد لازم. هذه المكونات اخواتي راني نحضرهم، في نفس الوقت تكون الدباره نتاعي قطعتها قطع صغيره وحطيتها تغلى. غليتها على الاقل انا غليتها مرتين من الاحسن مع الخل كما تشاهدوا في هنا. بعد ما غليتها جيدا وصفيتها، الان نديها لاكوكوت. نبدا في طريقه التحضير، طريقه سهله جدا. حطيت الدباره تاعي في الكوكوت، ونضيف لها حوالي 3 ملاعق زيت، ونضيف المكونات اللي ذكرتهم ونخليهم يتقلاو جيدا. من الأحسن الوصفة هذه أخواتي أنك تقليها مليح وتمرقيها، وتخلي المكونات أو الدوارة تاعك طيب، والحمص واجد أني طيبته. هذا هو أخواتي كما تشاهدون. نضيف المكونات بالتدريج. والآن أخواتي نمروا إلى الحكاية نتاع نهار اليوم. حكايتنا فيها عبرة بإذن الله أخواتي تنال إعجابكم. هذه الحكاية كاين واحد الشيخ كبير في السن كي بدا يمرض وحس روحه أنه راح يتوفى الله. عنده 2 ولاد، جمعهم مع بعض، عنده أرض كبيرة تجيب كل خير، قسمها لهم ودار قالهم ديروا بيناتكم طريق كيفاه تفوتوا كل واحد يخدم أرضه. وهذيك هي. المهم هذاك الشيخ توفى الله، هذوك الولاد كبروا تزوجوا. أي شوية شوية بدأت الخلافات، وأساس الخلافات دائما يعني وللأسف الشديد هي النساء. أي بدأت الزوجة نتاع الأخ الكبير قالت له لا باباك كيقسم لنا الأرض ما دارش كيف ما دارش العدل، الأرض نتاعنا ما تجيبش الخير كيما نتاعو. المهم هذاك دار في قلبه الأخ هذاك، راح قال لخوه الصغير. من ثم بداو المشاكل وبدات الخلافات. قرر الأخ الكبير قال لك أنا باش ننهي هذه الخلافات كامل لازم نبني سور بيني وبين خويا. راح جاب البناء قال له شوف أنا راني مسافر حوالي شهر، كي نرجع بإذن الله نلقاك بنيت سور بيني وبين بين خويا هذا. وهنا أخواتي كما تشاهدوا بعد ما نقليها جيدا نمرقها ونسكر عليها لاكوكوت ونخليها طيب. أخواتي راح سافر هذاك الأخ الأكبر سافر، خلى هذاك البناء قعد المدة اللي قعدها. كي هو جا وصل عند باب داره ويلقى خوه، فم الباب. بعد حكموا عنقوا كيما نقولوا يشكر فيه ويقول له خويا راني كنت غلط معاك وسمح لي. ومنا هذاك ما فهم والو، قال له شوف انا اللي كنت غلط، والدليل انك شوف انت كيف حبيت ما تقطعش العلاقه اللي بيننا وصله الرحم اللي بيننا. بنيت لنا جسر باش نفوتوا عند بعضنا، باش يكون الاتصال ويكون الود بيناتنا والعلاقه تستمر، ونحيو هذه الخلافات اللي بيننا. انا ندمت على الشيء اللي كنت عملته معاك. خزر هذاك الأخ الكبير شاف هذاك البناء، فهم يعني هو ما قال والو بصح فهمها.
يعني هذا أخواتي هذه عبارة على أنه الإنسان دائما يحاول أنه يصلح، ما يزيدش يفسد، خاصة في الأقارب للأسف اللي هذه الظاهرة راهي تفشات. يا لطيف يا ربي واسترنا. والسبب هو لا شيء إلا الفتنة والكلام من واحد لواحد. ربي إن شاء الله يرحمنا ويلطف بينا. وكما لاحظتوا أخواتي هنايا البكبوكة نتاعي بعد ما طابت الدوارة أنا ضفت لها الحمص وحطيت لها فلفل يعطيها أيضا ذوق رائع. وهنا في طبق التقديم كما راكم تشاهدوا فيها طبق بكبوكة رائع خاصة في هذا الفصل. من بعد شوية خواتي هذاك الأخ الأكبر قعد مع هذاك البناء قال له كيفاه جاتك الفكرة يا أخي؟ قال له أنا كنت راح نقطع الرحم نتاعي وكنت راح ننهي العلاقة للأبد، وأنت بالحكمة نتاعك والتدبير نتاعك راك خليت خويا ها ورجع عندي وراني فرحان بالشيء اللي عملته. قال له أنا شوف أنا خممت قلت أنا درك ندير صور بينك وبين خوك راح تبقى العداوة للأبد، ومن بعد ولادكم يزيدوا يكبروا نفس الشيء يلقاو رواحهم أعداء مع بعض. قال له يعني هذا الشيء ما رضانيش وما يرضيش رب العالمين، ساهمت اني ندير لكم جسر بين بعضكم باش تحط فيكم الرحمه وتكونوا مع بعض، وربي وصانا على الرحم والارحام. كيف لا وهي تنادي يوم القيامة ربي من صالني صله ومن قطعني اقطعه. هذه أخواتي وصفتنا نهار اليوم وحكايتنا وعبرتنا، بإذن الله تنال إعجابكم، ونقول لكم أخواتي دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.